لو بتحب تكتب على ايباد او تاخد ملاحظات او تكتب سكريبت مثلا او تذاكر، بس للاسف خطك زي حالاتي كده بيقلب روشتة الدكتور، تعال اقول لك نعمل ايه. هندخل على سيتنجز وبعدين ابل بنسل وبعدين هتفعل سكريبت، وبعدين هتيجي من هنا هتجرب اللي انت فعلته. كده احنا تمام. وبعدين هتدوس على علامة الصح وهنروح مثلا لجود نوتس اللي انا دايما بحب اكتب عليه. هتختار من هنا الستايلنج وبعدين هتدوس على اي حاجة في الشاشة، هيتفتح لك مربع. ابتدي اكتب اللي انت عايزه بقى في الشيت اللي قدامك. خلينا نكتب اهلا بيكم. اهلا بيكم. وهتبتدي تطلع لك كده. عايز تحذفها هتدوس دوسة بس كده وتعمل ديليت وترجع تاني تكتب اللي انت عايزه. وما تنساش كمان تختار اللغة بتاعتك من هنا، ممكن تختار انجليزي وممكن تختار عربي. بس كده، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. وسلام.